السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة حلوة قوي، غدوة سهلة سريعة لذيذة ببطاطساية واحدة بس. لو عندك بطاطساية واحدة بس تكون كبيرة كده، هاتيها وقشريها واغسليها وقطعيها مكعبات، وهتعملي بيها وصفة هتاكلي صوابعك وراها. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده البطاطساية خدتها قشرتها، بعد كده بدأت ان انا اقطعها شرايح سميكة، وبعد كده هقطعها صوابع، بس صوابع برضو تكون عريضة. وبعد كده عشان لما اجي اقطعها تبقى زي المكعبية كده اهو، بالمنظر ده كده. شايفين؟ مفيش اسهل من كده. طريقة حلوة جدا هتعجبكم جدا جدا، جنبها بقى رز بالشعرية، وممكن كمان تتاكل بالعيش، بجد تحفة. هقطع بقى بطاطساية واحدة بس، ما شاء الله هترمي معايا زي ما انتوا شايفين. هاخدها بقى اغسلها من النشا خالص، وهحمرها عادي جدا. طبعا ما وريتكمش الحتة التحمير انها مش محتاجة حاجة. هجيب بقى هنا في طبق، هنزل بيه ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ربع كيلو بس. وهبتدي انزل عليها ببصلايه مبشوره وعصره منها الميه خالص، لان الميه بتخلي الكفته تفك. وهنزل كمان بربطتين من البقدونس، ربطتين ربطه على حسب، هما دلوقتي ربطتين كانهم بربطه من زمان، يعني دول ربطتين. تمام. وهبتدي بقى اتبل التتبيله التحفه بتاعتي، اللي هي الملح والفلفل الاسود، بحب احط توم باودر، بصل باودر، بحب احط جنزبيل وقرفه، بتبقى حلوه قوي مع اللحمه المفرومه بالذات. وطبعا سن جوز الطيب، وما تكتروش من جوز الطيب عشان بيقال يعني ان كتره مش حلو. تمام. او في نسبة يعني حرمانية، فيعني احط شعرية صغيرة عشان بس بتحلي الاكلة مش اكتر. وهنزل كمان بمعلقة واحدة، معلقة كبيرة من البقسماط الناعم، عشان لو في اي سوائل احنا يعني معصرناش كويس من البصلة، اللحمة فيها بسيط كده من السائل، بيمتص السائل ده خالص. تمام. وتخليها تبقى ماسكة نفسها. الوصفة سهلة لذيذة سريعة بجد، حلوة قوي، جربوها هتعجبكم جدا جدا. وادي معلقة البقسماط. يلا بقى بايديا كده، وهبتدي ان انا اعجن الكفتة بتاعتي دي اهو. معلش احنا شوية كده هنلاحظ ان الاضاءة يعني بقت بسيطة شوية، بس انتوا عارفين بقى قطع النور الايام دي، فمعلش بقى نستحمل بعض. انا كده خلاص عجنتها، كله دخل في بعضه، البصل مع البقدونس كله كده دخل مع بعضه. ابتدي بقى اخد كده بقى واعمل كور. الكور دي تبقى بالحجم اللي انت عايزاه، الحجم المناسب ليكي اعمليه. بس ما شاء الله يعني رمت معايا حوالي 13 كوره 14 كوره، وحجمها مش وحش، يعني حجمها مناسب اهو. شايفين الجمال والحلاوه؟ بجد تحفه. بعد بقى ما كورناها كده ما شاء الله، شايفين يعني ما شاء الله رمت معايا كميه حلوه. وادي البطاطس كمان اتحمرت معايا اهي. يلا بينا بقى على طاسه، هننزل فيها بحوالي 4 معالق من الزيت اللي انا يعني حمرت فيه البطاطس. خلاص اهو، انا باخد كده من الطاسه التانية وبحط. طبعا انا مش بحط كتير عشان اصلا الكفته لو فيها نسبه دهون فبتنزل زيوت، فانا مش عايزه اكتر فيها. تمام. وابتدي انزل بقى بالكفته بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، تاخد تشويحه اهو. وطبعا مش بتقلبي بالمعلقه، ومش بتقلبي على طول عشان ما تتكسرش. بتهزي بس الطاسه، هزه الطاسه دي هتخلي الجزء اللي من تحت يبقى فوق، والجزء اللي من فوق يبقى تحت اهو. ما تقلبيش بثقه بالمعلقه كده غير لما تحسي ان هي خدت لون. اول ما تاخد لون تعرفي ان هي كده جمدت، تقدري تقلبيها براحتك اهو. عقبال بقى ما الكفته بتاعتي تاخد لون، هبتدي اكون محضره بصلايه صغيره ومبشراها، مش عايزاها تبقى باينه قوي. بص الصوص بقى اللي نازل منها، الصوص ده خطير بقى، ده بقى اللي هنعمل منه الصلصه بتاعتنا. وتكوني محضره حوالي 4-5 فصوص من الثوم، دقاهم في الهون ومنعماهم، وتبداي تنزلي بيهم مطرح الكفته اهو. شايفين؟
ما شاء الله زي ما قلت لكم رمت معايا 14 16 كفتايه، يعني ربع كيلو بس يا جماعه اهو. وما تقلقوش الحاجات دي، ده بقدونس مش مشكله، ما تشغلوش بالكم ولا كانه موجود، كملوا عادي خالص. ايوه هو ده اللون، وكده تقريبا خدت السوا بتاعها. طبعا البطاطس متحمره والكفته كده تقريبا استوت، فيا دوبك بس هنسبك تسبيكه بسيطه كده وتبقى الوصفه بتاعتي كامله. يعني الوصفه دي انا عملتها في اقل من 10 دقايق، ما خدتش معايا وقت خالص. خلاص جنب بقى شويه رز شعريه، الله على الجمال. قرب ما البصله بتاعتي دبلت هنزل بالفصوص التوم اللي اتفقنا عليها، وهبتدي ان انا اقلبها كده. طبعا الطاسه سخنه فبسرعه بتشمي ريحه التوم، ريحه التوم جباره. اول بقى ما تشمي ريحه التوم كده ابدأي بقى انزلي. انا عصرت 3 طماطمات مش كتير، 3 طماطمات صغيرين كده عصرتهم ضربتهم في الخلاط وصفيتهم كويس جدا. وبعد كده ببتدي انزل بيهم على البصل والثوم ده كده. ولو حسيتي ان الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي انزلي بمعلقه من الصلصه زي ما انا هعمل كده بالظبط. كل اللي حطيته بقى على الصلصه بتاعتنا دي، حط طبعا ربع معلقه من السكر عشان دي بتعادل حموضه الصلصه. وما تخافوش ما بتبانش خالص، بس دي حلوه قوي في اي صلصه بتعمليها. ربع معلقه من السكر، ونزلت بمعلقه الصلصه كده وقلبتها. وهنزل كمان برشه ملح ورشه فلفل اسود فقط لا غير. ضفت بس في الاخر سنه جوز الطيب عشان اكمل الطعم مش اكتر. طبعا الكفته جميله وطعمها حلو قوي، بتنزليها بقى مع التسبيكه دي لما تبقى نص تسبيكه، فبتبقي مش محتاجه اي حاجه تاني ولا اي توابل لان الكفته متبله وفيها كل حاجه. طبعا كل ده يعني بياخد من بعض اهو. بصوا كده التسبيكه بتاعتي بقت ممكن نقول 3/4 تسبيكه اهو. بصوا تقلت ازاي. اخدها بقى وانزل بالكفته بتاعتي الخطيره، بيقال عليها ان هي اسمها اكله داوود باشا، كفته داوود باشا. كان داوود باشا بيعملها وكانت بتتاكل وكانوا بيحبوها جدا. فهي اكله حلوه قوي وما شاء الله بكميه، يعني بطاطسايه واحده وربع كيلو لحمه مفرومه، يعني ما شاء الله. يعني الطاسه دي تكفي حوالي 5 افراد. رمت معايا رميه حلوه. وادي كمان البطاطس اهي، هنزل بالبطاطس ويدوبك هي تقليبه واحده لان كل حاجه مستويه، الكفته مستويه والبطاطس مستويه. يدوبك بس اشربها من الكفته بتاعتي من الصلصه اسفه، وبس كده. يدوبك تتشرب من الصلصه بتاعتي ارش عليها رشه بقدونس واطفي البوتاجاز على كده. خدت معايا وقت؟ مخدتش وقت فعليا، سهله سريعه بسيطه. وانا اسفه على الاضاءه لان بجد النور كان قاطع، فده نور الفلاش بتاع الكاميرا، فمعلش بقى. بس يا رب تكون الوصفه يعني واضحه معاكم وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم جدا جدا. رشه بقى بقدونس كده بسيط جدا على الوش كنوع من انواع التجميل كقيمه غذائيه، زي ما انتوا حابين. مش حابين ما تحطوش. اتمنى تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.